المباراة الأسوأ لريال مدريد هذا الموسم. المباراة دي ريال مدريد ما خسرش فيها على عكس المباراة اللي خسر فيها من اتلتيكو، إلا إن الجماهير بالإجماع شايفين إن دي أسوأ مباراة لريال مدريد في الموسم. خلينا نحلل مباراة النهاردة ونتكلم عن أكتر من عنصر مهم ونقف على كل نقطة من الكلام ده، لأن اللي حصل النهاردة من ريال مدريد ما أقدرش أقول عنه غير إن هو كارثة. خلينا أول حاجة نتكلم عن جودة لعيبة ريال مدريد نفسها وشخصية الفريق. ريال مدريد فريق قوي، فريق عظيم، فريق معاه عدد بطولات قوي، ولكن الحاجة اللي أنا دايما بعيبها عليه كمشجع لفرقة تانية، وممكن كمان جماهير ريال مدريد تتفق معايا في ده، إن ريال مدريد مش فرقة شرسة. ريال مدريد فرقة اتقال عنها إن هي فرقة شخصية بطل علشان دايما كانت بترجع في النتيجة، ولكن في عز ما ريال مدريد كانت قوية، أو خليني أركز معاك على الموسم ده، في عز ما الفرق اللي بتلعب ضد ريال مدريد مش أقوى حاجة، إلا إن ريال مدريد ما بتنزلش تاكل الفريق اللي قدامها. لدرجه ان انت في الكام ماتش اللي لعبتهم في الدوري منهم 5 انت بتدخل اوضه اللبس وانت خسران، فبترجع تكسب، فبتسقف لفريقك بتقول الله على الشخصيه، او بتخسر او بتتعادل، وفي الاخر بتيجي بعد كده ما بيظهرلكش اي جوده قويه، واي فريق بيلعب ضدك بيكون ند من ند. تلعب النهارده ضد رايو فايكانو، لو واحد ما يعرفش مين ريال مدريد ومين رايو فايكانو اول مره اتفرج على الكوره هيقول لك الفريق اللي لابس احمر ده تاريخه اقوى جدا من الفريق اللي لابس اللون اللي انا لابسه ده. فدي واحده من الحاجات اللي انا بعيبها جدا على ريال مدريد، واللي اعتقد ان جماهير ريال مدريد هتكون متفق عليا فيها، هي ان الفريق ما عندوش شخصيه قويه في ان هو ينزل يدوس على الفريق اللي قدامه. في عز ما ريال قوي، في عز ما الفرق اللي قدامه ضعيفه، دايما بحس ان لما في فريق بيجي يلعب ضد ريال مدريد بيكون ريال مدريد سايب له فرصه ان احنا نلعب مع بعض عادي، ما بنزلش ادوس عليه حتى لو جات لي فرصه من السما ان انا ادوس عليه. زي النهارده في ماتش رايو فايكانو بسجل هدف في اول الدقائق، خوسيليو طبعا، وفي ايدي بقى ان انا خلاص املك الماتش وادوس على الفريق اللي قدامي، ولكن بيحصل العكس، وريال مدريد بترجع رايو فايكانو بضربه جزاء في الماتش، وبيبدا الماتش يمشي كأن فريق ضد فريق، الاثنين من نفس المستوى. تمام. تاني حاجه بقى عايز اتكلم عن اللعيبه نفسها. يمكن الجماهير كلها زعلانه من الفريق النهارده، وبتصنف ان المباراه دي هي اسوأ مباراه في الموسم بالرغم ان هم مش خسروها، علشان هم شايفين اللعيبه في حاله تراخي، شايفين اللعيبه في حاله سيئه. وخلينا اخص بالكلام هنا فينيسيوس جونيور. يمكن لو انت متابعني من فتره انا اتكلمت عن فينيسيوس جونيور وشكرت فيه وطلعت بيه السما، وقلت ان اللاعب ده عنده جوده، ومن وقت للتاني بيديك لمحه اسطوريه بتعرفك ان هو لو ركز، لو فضى دماغه في الكوره هيديك سيناريو اسطوري للاعب خارق. ولكن بتتفرج عليه ضد برشلونه بتقول الله بقى فينيسيوس جونيور قد عاد، وبتيجي الماتش اللي بعده وتلاقي فينيسيوس جونيور سيء. بتتفرج عليه ضد جيرونا بيديك صاروخيه واسيستات وعامل كل حاجه في الكوره، ختم الكوره زي ما بيقولوا، وبتيجي بعدها في الماتشين، ماتش ضد لايبزيج وماتش النهارده ضد رايو فايكانو، فينيسيوس جونيور مش موجود. وفينيسيوس جونيور مش موجود بس او بيحاول كمان ان هو يسجل، لا ده فينيسيوس جونيور بيشغل نفسه مع اللعيبه الفريق المنافس، وبيشغل نفسه مع الحكم وكانه في الماتش مسجل سوبر هاتريك. على كل قرار مش عاجبه، على كل تدخل مش عاجبه، يروح يعمل مشكله مع الحكم ويضحك بكل عنطزه بكل كبرياء، يروح يعمل مشكله مع اللعيبه نفسها ويبص لهم بصه مش كويسه. بالرغم ان هو في ارض الملعب ما عملش 1% من المطلوب منه، هو ما سجلش، هو ما صنعش، ولكن مركز في حاجات كلها خارج ارضيه الملعب. من النقط المهمه برضه اللي عايز اتكلم عليها على جوده فريق ريال مدريد نفسها، انت النهارده خسرت نقطتين بس كسبت حاجه مهمه لازم تبني عليها للمستقبل. كسبت ان كامافينجا او تشاوميني لو لعبوا في مركز الارتكاز لوحدهم ده مش هيكون كافي اطلاقا. مفيش حد في ريال مدريد قادر في الوقت الحالي ان هو يلعب لاعب ارتكاز لوحده. يمكن دايما لما هتشوف ابداع تشاوميني هتلاقي جنبه كروس، ويمكن الماتشين 3 ل4 اللي فاتوا لما كنت شايف كامافينجا مقطع الكوره وشايفه بيعمل كل حاجه في الكوره وعنده شغف عظيم وبيستلم وبيسلم وبيروح وبيجي، ده بيكون دايما بسبب ان توني كروس موجود في ارضيه الملعب. ولكن النهارده لما تيجي تتفرج على ريال مدريد هتلاقي نص الملعب مسروق منه، هتلاقي كامافينجا بيقدم اداء كويس كدفاع وبيقطع الكور، بس ماذا بعد؟ مش عارفين نطلع بالكوره. فالنهارده انت خسرت نقطتين، ولكن كسبت ان انت محتاج تركز في الانتقالات الجايه، مش بس على مبابي ومش بس على الهوجه اللي بتحصل، انت محتاج تجيب بديل مثالي لكروس. ويمكن عايز افكرك وارجعك بالزمن شويه ل 2015. الفتره ديت كان تشابي الونسو خلاص بيسيب الفرقه. تشابي الونسو طبعا كلنا عارفين جودته مع ريال مدريد كانت عامله ازاي.
ريال مدريد دخل في سنه كارثيه في المركز ده برضه، بالذات مركز الارتكاز، لانه فضل يرقع في المركز ده. فدي ممكن يقع فيها تاني ريال مدريد لو ما ادركش بدري وجود كروس وخلاص ان هو بيشطب. لازم تجيب لاعب يلعب في المركز ده، يقدر يقطع الكوره ويقدر يطلع الكوره. لاعب زي مين؟ لاعب زي كيميتش، لاعب ببروفايل كيميتش قادر يديك الكوره ديت وقادر يخلي لك ريال مدريد دي فرقه تانيه. ولكن انت استنتجت النهارده ان كامافينجا لوحده كلاعب ارتكاز مش هينفع، تشاوميني لوحده كلاعب ارتكاز مش هينفع، الا لما يكون جنبه لاعب تاني بيلعب 2 محور زي توني كروس. خليني بقى اكلمك شويه عن ريال مدريد من حيث شخصيه الفريق في الماتشات اللي خارج الارض. انا بشوف اختلاف رهيب جدا بين جوده ريال مدريد على ملعبها وجوده ريال مدريد خارج ملعبها. يمكن ده مش بيتكرر، يمكن انا كليفربولي بيتكرر معايا الحدث ده، ولكن مش ده الطبيعي. مش الطبيعي انك في كل ماتش خارج ملعبك مهما كان المنافس ان انت تعاني. مش طبيعي ان في كل ماتش خارج ملعبك يدخل فيك جون والكلين شيت يضيع. واكيد كلكم كجماهير بتشجع الكره العالميه او بتشجع ريال مدريد خاصه عارفين مقوله شخصيه البطل اللي بتطلع في الابطال. شخصيه البطل اللي بتطلع في الابطال دي يعاب على ريال مدريد جدا ان هي ما بتطلعش في ماتش زي النهارده. انت شايف ريال مدريد متعادل من بدايه الشوط الاول ومع ذلك اللعيبه بتلعب بتراخي رهيب. انت في اخر 10 دقايق بتقول خلاص ان الماتش كان صعب، فدي الفرصه اللي انا اقدر ادوس على نفسي علشان اطلع كسبان، عشان في منافس وراه اسمه جيرونا ومن وراه في برشلونه. الا ان انت شايف اللعيبه واقفه في ارضيه الملعب ما بتقدمش اي حاجه، واللعيبه كلها حرفيا سواء ضامن مركز اساسي او مش ضامن مركز اساسي، اللعيبه كلها ما بتعملش اي حاجه تدل ان في شغف وفي حماس واحنا عايزين نكسب. كان في مياعه غير طبيعيه النهارده في الماتش. وخليني بقى بمناسبه الماتش ده افتح نقطه بتتكرر كتير وهي هلا تحكيم. اولا لازم اسقف لحكم مباراه النهارده واقول له شابوه، عملت ماتش عالمي، حكام كتير ما بتقدرش تعمله وحكام كتير بتخاف. ولكن خليني اشرح لك واكرر لك الموضوع بيمشي ازاي. اي حكم قبل ما يكون حكم بيكون بني ادم، بيكون بني ادم عايز يعيش حياته طبيعيه. فلما بيكون عنده ماتش لريال مدريد او ماتش لبرشلونه، قبل ما بيكون ده حلم ليه وشغف ليه، بيكون حمل كبير قوي عليه، لان هو عارف ان لو طلع الصفاره دي ظلمت ريال مدريد وكانت خاطئه، مش عارف يعيش حياته طبيعيه. لا يعرف يمشي في الشارع، ولا عياله تعرف تمشي في الشارع، ولا يعرف يكون زيه زي اي شخص عنده اكونتات على السوشيال ميديا، لان عارف ان جماهير ريال مدريد في كل مكان في العالم. فانا عايزك تكون حاطط في دماغك ان اي فريق كبير اي حكم بيروح يحكم له بيكون حاطط اعتبار لدي 100%. عمره ما هيحكم لفريق ما عندوش جماهيريه زي ما هيحكم لفريق زي ريال مدريد زي برشلونه زي ليفربول زي السيتي. وانا عايز اقول لك ان الاخطاء اللي بتحصل في حق الفرق الانجليزيه بتحصل عشان الحكام هي اللي ضعيفه. الحكام هو ده مستواها، مش عشان هي بتخاف او بتفكر قبل المره 100 مره. ولكن في اسبانيا انا شايف ان الحكام جيده جدا بصراحه، واي خطا بيحصل او اي حاجه بتكون الجماهير سواء الجماهير المنافسه عايزاها او الجماهير الفريق اللي بيلعب نفسه شايفه ان هي المفروض تتحسب، بيكون ده بسبب الكلام اللي كلمتك عليه، وان الحكم بيشوف ان اللقطه دي ممكن تعدي فاوكي. انا اللقطه دي لو في ماتش تاني ممكن احسبها، بس في ريال مدريد او في برشلونه ممكن تعدي عادي. هي مش 100% ضربه جزاء، بس لو حسبتها ضربه جزاء محدش هيقدر يقول لي ان هي مش ضربه جزاء. فاهم الفكره؟ فاهم موضوع التحكيم ده بيجي منين؟ والحكام اصلا بتكون عايزه تتاقلم وتعدي الماتش بسلام قد ايه. وبس كده يا جماعه، انا خلصت كل الكلام اللي عندي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، سواء عجبك او ما عجبكش انزل اعمل لايك عشان ده وسيله انجاح الفيديو الوحيده. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدغدغ دماغ الجرس. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في حلقه جديده. سلام.